السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخويا في الله، حبيبي في الله، إحنا معتقدين وإنت معتقد إن ربنا غني، إن غنى الله عز وجل لا حد له، أنه سبحانه وتعالى عظيم في غناه، أن خزائنه لا تنفد. بس إحنا اللي مقصرين جدا، وقدامنا عطاء ربنا واسع ملوش حد، وكرم رب العالمين سبحانه وتعالى واسع ملوش حد. من أعظم كرم الله عز وجل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نسمع الحديث دوت جالس في المسجد، في آخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم. في آخر المسجد كان اللي ملوش بيت من الصحابة، كان اللي بيجي مهاجر من مكة للمدينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكنهم في مسجده عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجدهم جالسين في آخر المسجد، اسمهم أهل الصفة المقداد، ماشي وإلى آخره. مجموعة كبيرة فعلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسكنون آخر المسجد. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم نايمين، قال: أفلا يغدو أحدكم إلى بطحان؟ البطحان ده سوق المدينة، هيروحوا إيه بقى؟ أعظم حاجة كانت في الوقت دوت وأنفس أموال العرب هي الإبل. تروح أساسا الإنسان يذهب إلى سوق المدينة، يأتي بناقتين كوموين، كأنه يشتري ناقتين عظيمتين. قال: والله يا رسول الله كلنا يريد ذلك، نحن أهل ناس فقراء من أهل الصفة لا نملك مال. خلاص أنت دلتنا على مصدر في مال، ماشي، وعلى مكان في مال، نروح وكل يوم نجيب ناقتين، نذهب ونأتي بناقتين. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولا أدلكم على خير من ذلك صلى الله عليه وسلم؟ يأتي أحدكم المسجد، إن إحنا نروح المسجد فيتعلم آية أو آيتين خير له من ناقتين. إحنا مصدقين كرم ربنا؟ إحنا عندنا ثقة في الله عز وجل إن الإنسان يتعلم آيتين من آيات الله تبارك وتعالى، ماشي، خير له من التصدق ب200,000 جنيه. ليه يا جماعة؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن كلمات الله عز وجل في غاية العظمة، كلمات الله سبحانه وتعالى في غاية الكرم، في غاية الجود سبحانه وتعالى. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تعلم آيتين خير له من ناقتين. طيب ده كان أنفس الأموال. أنت مصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت مصدق رب النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن آيتين بس من القرآن خير من أجمل السيارات، خير من أجمل القصور، خير من أجمل الأموال كلها؟ ليس معنى هذا أن احنا نبحث